تخيل معايا، صحيت الصبح، فتحت موبايلك ولقيت حد كاتب عن شخص إنه أناني ومتكبر وما بيساعدش حد. كل الناس في التعليقات بتهاجمه، وفجأة اكتشفت إن الشخص اللي بيتكلموا عنه ده هو أنت. وقفت تقرأ وحسيت إنهم بيتكلموا عن شخص تاني، لأن القصة اللي اتحكت كان ناقص منها نص الأحداث. لكن خلاص، الحكم صدر. في نظرهم انت الشرير. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. كان في مدير شركة ناجح جدا، في يوم قرر يفصل موظف. القرار كان صعب، لكن الشركة كانت بتخسر. الموظف خرج يحكي لكل الناس: المدير ظلمني وقال إنه قاسي وما بيقدرش تعب الناس. الناس كلها صدقته، لكن محدش كان يعرف إن المدير قبل الفصل بشهور رفع مرتبه مرتين، ودفع له سلفة، واستحمل أخطاء كتير، وحاول يساعده بكل الطرق. بس في الآخر كان لازم ينقذ الشركة. المدير بقى الشرير، رغم إنه كان بيحاول ينقذ مئات الموظفين التانيين. وهنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم: هو مين كان البطل؟ الحقيقة كل إنسان هو البطل في قصته، ولما بيتأذي غالباً هيشوف نفسه الضحية، وإنت هتبقى الشرير حتى لو الحقيقة غير كده. المشكلة إن ناس كتير أول ما تلاقي حد تتكلم عنها تبدأ تدخل في دوامة، تحاول تشرح وتبرر وتقنع وترد وتراقب الناس قالت إيه. عارف أخطر حاجة في الموضوع هي إيه؟ إنك بتدفع أغلى عملة في حياتك: تركيزك. وكل دقيقة بتقضيها بتحاول تغير صورة رسمها شخص عنك هي دقيقة اتسرقت من شغلك ومن مشروعك ومن رزقك ومن مستقبلك. الناجحين عندهم قاعدة بسيطة: لو كل مرة حد رسمك بشكل غلط وقفت تدافع، مش هتلاقي وقت تبني حياتك. وارن بافيت مرة قال بمعنى كلامه: بناخد سنين نبني سمعة ودقايق عشان حد يحاول يهدمها، لكن الأهم إن سمعتك الحقيقية بيبنيها استمرارك مش ردودك. هديك مثال بسيط: تخيل 2 فتحوا مشروع. الأول كل يوم داخل في خناقة على السوشيال ميديا، يرد على كل كلمة ويثبت إنه صح. والتاني قرر يسيب الناس تتكلم ويقفل الموبايل ويرجع يشتغل. بعد سنة مين فيهم هيكون مشروعه كبر؟ الخلاصة: هتفضل طول عمرك بطل في قصة ناس وشرير في قصة ناس تانية، ودي حاجة مش هتقدر تمنعها. لكن اللي تقدر تمنعه إنها تسرق منك تركيزك، لأن النجاح مش محتاج إن كل الناس تحبك. النجاح محتاج إنك تعرف أنت رايح فين. في النهاية، لو عجبتك الحلقة اشترك في قناة خلاصة في 5 مع نهلة فؤاد. وافتكر دايما، مش لازم تكسب كل القضايا اللي الناس رفعتها ضدك في خيالها، يكفي إنك تكسب حياتك. أشوفكوا الحلقة الجاية.